بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن القديس يوحنا المعترف، وهو واحد من المعترفين المصريين. وليه بنقول عليهم معترفين؟ لان هم اعترفوا بالسيد المسيح قدام الكل، المؤمنين اللي احتملوا عذابات كتيرة جدا من اجل ايمانهم بالمسيح وثبتوا على ايمانهم. ولكن الله بحكمته ما سمحش باستشهادهم، وتم اطلاق سراحهم من السجون، وكان منهم القديس يوحنا المصري. احتمل عذابات شديدة جدا أيام دقلديانوس. أول حاجة إنه فقد بصره لما قلعوله عينيه ورموها في النار، وبعدين راحوا كووا رجليه بالنار، وفي الآخر رموه كله في النار. لكن النار ما حرقتهوش، هي بس شوهت جلده، والناس كلها كانت بتتعجب من اللي بيحصل ومن اللي حصل. ما نعرفش حاجات كتير عن حياته قبل العذابات دي، لكن اللي الناس كلها تعرفه وكانوا مبهورين منه ان قديسنا يوحنا المصري كان مشهور جدا بقوة ذاكرته في حفظ الكتاب المقدس بكل أسفاره. فبيحكي لنا يوسابيوس القيصري المؤرخ الكنسي، وبيقول ان يوحنا فاق كل ابناء عصرنا في قوة الذاكرة، لانه نقش أسفار كاملة من الكتاب المقدس، مش في ألواح حجرية ولا ورق يفسده السوس، لكن نقشه في قلبه، في نفس نقية شفافة، وفي بصيرة قلبه الطاهر. فكان في أي وقت يقدر يستعيد أي فقرة من الكتاب المقدس كأنك فاتح الكتاب قدامك. وقال كمان يوسابيوس إني أول مرة شفت فيها يوحنا المصري جالي ذهول من اللي أنا شفته. هو كان واقف وسط مجموعة كبيرة جدا من الناس بيقول بعض فقرات من الكتاب المقدس، ولما سمعت صوته كنت متخيل إن هو فاتح الكتاب المقدس قدامه بيقرأ منه زي العادة في الاجتماعات. لكن لما قربت منه اتصدمت، لقيته أعمى وجسمه مشوه من النار، ومع ذلك كان بيتكلم طبيعي جدا، وكان بيشوف، بس بيشوف بعين قلبه الكتاب المقدس كأنه نبي وهو بيتكلم، وكان بيفوق كل اللي أجسادهم سليمة. فكان مستحيل إني لا أمجد الله وأكون مندهش من اللي أنا شفته، لأن بجسمه المشوه أظهر سمو القوة اللي كانت جواه وعظمتها، قوة الله الحي. بركة القديس يوحنا المصري المعترف تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس يوحنا المصري المعترف، ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي، واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.